السلام عليكم. ودائما جاري البحث على الطفل هشام، ما غاديش نتخلاو عليه، ما غاديش نساوه، ما غاديش نخليو هاد القضيه تمر غير هكاك، خصوصا وان القنوات التلفزيه حتى وحده ما تطرقات لهذا الموضوع هذا وعطاتو اهميه، لان الطفل ترعرع من واحد القرى اللي هي فقيره جدا، والطفل فقير ومنسي، فاحنا ما غاديش نتخلاو عليه وما غاديش نتخلاو على هذه القضيه هذه اللي هي قضيه مهمه، واللي الاهل ديالته هما منا وحنا منهم. فما فهمناش زعما علاش ما كاين حتى شي اجتهادات، ما كاين حتى شي ما عرفتش انا. حنا عندنا قمر اصطناعي ديال المغرب، خديناه الجزائر ما خداوهش. تحيه ليكم حتى نتوما، والله يجيب ليكم شي واحد كي بحالو. فعلاش حنا ما نخدموش في هذا ما نخدموش حنا نشوفوا هذا الولد هذا فين مشى؟ كما تنشوفوا ان القمر الاصطناعي تيقدم بزاف ديال الخدمات، قال لك للصحافه تيخدم، قال لك تيخدموا به للصراعات، تغير المناخ، اللاجئين، حرائق الغابات، أنشطة التعدين غير المشروعة، انسكابات النفط، إزالة الغابات، وموضوعات اخرى متعدده. قال لك باللي تيستعانوا بالقمر الاصطناعي. يعني حنا نقدروا نشوفوا شنو السيارات اللي طلعوا لتما في هذيك الفتره ولا في ذاك النهار، وممكن تكون شي هليكوبتر هي اللي خدات هذا الولد هذا. ما تستغربوش الاخوان، لان الموضوع خطير وخطير جدا، فيقدوا شي ناس اللي لاباس عليهم كانوا بحاجه الاعضاء ديال هذا الطفل هذا وخداوه. فما تستغربوش بزاف، راه كاين ناس تعيشوا معنا من طبقات اللي ما تصوروش شحال عندهم ديال الفلوس، راه ما تيبانوش. راه هاد المؤثرين اللي تتشوفوا تيبينوا لكم دوك الفلوس اللي عندهم، راه ما عندهم والو بالمقارنه بالناس اللي ما تيبانوش في السوشيال ميديا وتنتميوا لشي عائلات وعندهم شي فلوس اللي ما تطيحش لكم على البال. الاخوان، راه الا شي حد من عائلاتهم كان محتاج شي عضو من الاعضاء، ولا هادوك الناس اللي تيسرقوا الاعضاء، فيقدوا يكونوا داو هاد الولد هذا بكل حرفيه. تقد تكون جات شي هليكوبتر وبقات بعيده واختطفوا الولد وداروا مع الدوره وهربوا به وركبوا في الهليكوبتر وزادوا خلفه. ماشي بعيد الخوت، ماشي بعيد. غادي نحط لكم فيديو اخر غادي يكون فيه الكلام على الناس اللي تيسرقوا الاعضاء ديال الضعفاء، وغادي نربطوها بالموضوع ديال هشام. وخليوني دابا نتطرق للموضوع ديال الشوافه، لانه موضوع مستفز. كيفاش نتوما الناس ديال القريه فاش كانوا تيديروا معكم استجوابات، فاش كانوا تيسولوكم ما قلتوش لينا باللي مشيتوا عند الشوافه في الاول؟ كيفاش ما مشيتوش عند الشرطه قبل من الشوافه؟ كيفاش هاد الصلاه والعباده اللي فيكم؟ اش تيدير داك المقدم تما؟ اش تيدير داك المؤذن؟ شنو تيدير الشيخ ديالكم تما اللي ما يفهمكمش باللي هذاك شرك بالله؟ شرك بالله. ما كاينش شي حاجه سميتها مولات البركه ولا شي وحده سميتها الشريفه. شنو هاد الكلمات اللي تتزينوا بهم الخبائث؟ ما فهمتش انا. بنادم يكفر بالله على ود هضره خاويه. فين شتي؟ واش شتيه؟ قالت لكم غادي نتلقاوه، وهذه كلمه اي واحد راه يقولها لكم صافي، غير قالت لكم كلمه غادي نذبحوا ليها نتوما وتعطوها مشيتوا عندها المره الاولى ومشيتوا عندها المره الثانيه. وهاد الشوافه خاصها تشد، خاصها تشد. هي انت قلبتي عليها، لان مادام قلتي ليهم خاصك الذبيحه خاصك تشدي. جاو عندك سولوك على الولد تجاوبي ما عرفتش. طالما قلتي ليهم الذبيحه ونشوف لكم الولد فخاصك تشدي في الحبس. لان انا حسب القانون اللي تنعرف، انا حسب القانون اللي تنعرف باللي واحد السيده قالت انا حساب مون بيبي صاحبي دخلت السجن، انتي قالوا لك واش شتي هشام؟ قلتي ليهم اعطيوني الذبيحه نشوف لكم فينا هو. فانتي خاصك تشدي، خاصك تعتقلي، ما خاصكيش عاد تكوني في الصالح. وانا نتحداكي ونتحدى اي واحد يجيب هذاك هشام بالسحر والشعوذه، بعدا انت بعدا بالخصوص اللي ما بينك وبين الشعوذه غير الخير والاحسان. واش بنادم مع عباد الله جاهل غادي يتواصل مع الجن؟ واش انت ما تتعرفيش اللغه ديالتهم وغتواصلي معاهم؟ واش انت هذاك الكفر ديالكم ما هوش حتى كفر 100%؟ عاد تكفروا وتكحلوها مع الله عز وجل غا هكاك وصافي، لا دنيا لا اخره. واش نتوما تصديتوا ولا خرج لكم العقل؟ وبعدا الناس ديال هذيك القريه واش نتوما عندكمش عقل ولا ما تتكسابوش غاديين لي عند الشوافه؟ هذا هو الاسلام. وتتقولوا الا كان شي واحد فيكم تيصلي يدعي مع زعما غا نتوما اللي تتصليو وحنا ما تنصليوش. واش درتوا بهاد الصلاه ديالكم وهاد العباده ديالكم تتكفروا بالله؟ ولات البركه ولا الشريفه؟ شوف على مصطلحات تزينوا بها.
دابا ولات الشوافه ولات مولات البركه. لا وقال لك باش تبرأ هي راسها، زعما قالت لهم شوفوا انا ماشي الغرض ديالي ان الشوافه تدخل السجن، انا ما تنبغي حتى شي حد يدخل السجن، غير شنو انا تنوجه ليها من هنا كلام دخلي سوق راسك ولا راكي غادي تجيب الربحه بهاد القفوزيه اللي فيك وهاد التفرعين اللي فيك. انا الحاجه اللي ما عجبتنيش كيفاش زعما تيدافعوا عليها. قال لك زعما قالت لهم هي غير دارت لهم الفال، ولا ما عرفتش واش هما اللي قالوها ولا واحد اليوتيوبر اللي قالها. قال لهم قال لهم زعما راه بغات غير دير لهم الفال. حتى هو عاوتاني على كلام تيجيب وعلى افكار تيجيب عاوتاني. قال لهم بغات دير الفال. شوفوا كيفاش تيدخلوا الشكل في العقلي. الفال كلمه تتقال ملي تتكون شي مناسبه عرس مثلا، تيشدوا داك الليزار اللي تيكون على العروسه تيديروه على البنيات باش تيديروا ليهم الفال. انما نتوما تتقولوا الشوافه تدير لكم الفال، تدخلوا الشكل في العقلي تخربيقه تخربينا فارينا فريد. راه شافت ليكم هذه، عطاتكم علم الغيب، راه قالت لكم راه غير هنا، راه غتلقاوه غير هنا. هذيك الشوافه خاصها تمشي للتحقيق، خاصها تمشي في شي 10 ايام ديال التحقيق هذيك الشوافه على هاد الكفوزيه اللي تيديروا للناس وهذا الضحك اللي تيديروا للناس. شوفوا كيفاش تضحكوا على الضعفاء، تتقول لهم كلام كلام يمكن لك تركبوا مع اي حاجه تركبيه زعما دابا تلقاوه. وراه الكلمه انا نقولها لكم، دابا تلقاوه الدري، دابا تلقاوه الدريه اللي مشات لكم، دابا تلقاوها هذيك اللي مرضت نفسيا، دابا تلقاوها. واش نتوما عندكمش عقل ولا ما عندكمش؟ واش خاصكم شي فتح اسلامي في داك القريه؟ ما فهمتش انا هذا الشرك بالله وتتزينوا الكلمات. هي نتوما دابا خرجتوا من دين الله صافي. ولا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. زعما كيفاش تتخليو هاد الخرافات؟ ما كاين حتى دوله الاخوان اللي مازال تثق بهاد الخرافات وهاد الخزعبلات قد حنا اللي باقيين تنثيقوا بهاد الخرافات وهاد الخزعبلات شنو هادشي شنو؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تسناوني في الفيديو اللي غادي نتكلم فيه على الاعضاء، وغادي نتكلم فيه الا تكون شي عصابه اللي لاباس عليهم وتيصدموا على الفقراء. احنا جايين غنحط بالدليل وبالفيديوهات، وغتشوفوا الناس اللي مضرورين من هاد القضيه هذه.